35 سنة وزيادة، وبشرفي ما مديت ايدي عليها ابدا، لو احنا شباب ولا لما كبرنا. صادق يا اسماعيل بيه صادق. ما هو يا عمي لو عرفت اللي حصل بالظبط هتعذرني. اعذرك ازاي يعني؟ انا مش ممكن اقدر الاقي اي عذر الانسان متعلم يمد ايده على زوجته، خصوصا لو كانت في تربية سعاد واخلاقها. هو فعلا سامي غلطان يا اسماعيل بيه، وما يصحش ابدا حد يهين الست بتاعته ولا يطول عليها ايده مهما حصل. يا ماما اصلكم مش عارفين ايه اللي حصل. ولو يا ابني الحق كده. هيكون ايه يعني اللي حصل؟ صينية بطاطس اتحرقت؟ بصراحة سعاد طولت لسانها على والدتي وقلت أدبها كمان. إيه؟ سعاد مش قليلة الأدب، سعاد متربية أحسن تربية، وأرجوك تبقى تحاسب شوية على ألفاظك. خلي بالك من كلامك يا ابني، مش كده؟ ثم أنا لا يمكن أسمح لمخلوق في الدنيا إنه يمد إيده على بنتي طول ما أنا عايش. غلطان أنا يا أمينة هانم؟ العفو يا اسماعيل بيه، عداك العيب. ومع ذلك أهينت سعاد في بيتك يا أمينة هانم، وابنك اللي ضربها بالقلم. يا عمي لو كنت سيادتك ما تسمحش لحد إنه يهين بنتك، فأنا أيضا ما اسمحش لحد إنه يهين والدتي. بس يا سامي ما تعليش حسك كده، الله حد يهني يعني إيه؟ القهوة يا ستي. قدمي لاسماعيل بيه. مع الشكر. اتفضل. أنت عارفة يا أمينة هانم إن أنا ما بشربش قهوة. ليه بعد الشر؟ الدكاترة محرجين عليا شرب حاجة اسمها قهوة، شاي، سجاير، كل الحاجات دي محرمة عليا بحكم السن. طب نبعت نجيب حاجة ساقعة؟ ألف شكر، ممنون جدا. لا تبقى زعلان مننا يا اسماعيل بيه. روح انت يا وهيبة. أنا فعلا زعلان. يا سيدي حقك عليا أنا. يا فندم العفو، المسألة مش مسألة حق، المسألة مسألة سلوك إنساني مهذب. يا عمي أنا سلوكي مهذب ومهذب جدا كمان. ما هو باين أهو. بس عيب يا سامي، الله. لو كنت سيادتك بتحترم نفسك أكتر من كده شوية ما كنتش مديت إيدك على الست بتاعتك. أنا بحترم نفسي جدا وعمري ما غلطت في حد. أنا في المصلحة وبين زمايلي معروف عني إن سلوكي سليم جدا، وأفتكر سيادتك تعرف كده كويس. ولولا إن سعاد أهانت والدتي إهانة أنا ما اسمحش بيها لأي مخلوق، ما كنتش مديت إيدي عليها أبدا. أهانتها قالت عنها إيه يعني؟ قالت والدتك دي ما تهمنيش. ايه ما تهمنيش كده؟ أيوة قالت كده. أنا بقول لها إن والدتي ملهاش دخل في حكاية صينية البطاطس اللي اتحرقت، قالت لي هو أنت كل ساعة تحملها؟ أنا والدتك دي ما تهمنيش. والدتك ما تهمهاش. رحت ضاربها بالقلم على وشها على طول. لكن الواحدة اللي ما تحترمش ست كبيرة ومحترمة زي والدتي تستاهل أكتر من مجرد قلم على وشها كمان. بس يا سامي كفاية كده. على العموم أنا جاي أبلغك إن مش بنت أنا اللي تنضرب بالقلم، وإن سعاد لا يمكن هترجع لك البيت بعد النهارده. سعاد دي زوجتي أنا ولازم تمشي تحت أمري أنا. كده؟ طيب ورينا شطارتك بقى يا سامي. ايه الحكاية يا ماما؟ امال فين سعاد؟ سعاد غضبانة في بيت أبوها بقى لها أسبوعين. يعني ولا بعدتوا تقولوا لي